مساء الخبرية. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مؤتمر صحفي حول حادثة انفجار شاحنة الغاز شرق الرياض الخميس الماضي بأن الحادث كان ناتج عن انقلاب صهريج ناقلة غاز طبيعي مما أدى إلى تسربه ونشوب حريق. أود أن أوجز لكم ما حدث تمهيداً لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم التي أرجو أن تكون مركزة على نفس هذا الحادث. ففي الساعة 7:31 من صباح يوم الخميس الموافق 16 ذو الحجة 1433 ورد بلاغ لعمليات الدفاع المدني عن وجود تصاعد ألسنة لهب أحدثت دوياً وأدخنة بكثافة عالية بحي النهضة شرق الرياض تحت الجسر الواقع على تقاطع شارع الشيخ جابر مع طريق خريص. وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة بالإضافة للخدمات المساندة، وعند وصولهم للموقع تبين بأن سبب الحادث عبارة عن انقلاب صهريج ناقلة غاز مما أدى إلى تسرب الغاز منها ونشوب انفجار وحريق نتج عنه خسائر في الأرواح والممتلكات.